بالفيديو الرئيس تبون واللواء شنقريح يستقبلان لالا سلمى ومولاي الحسن في القصر الرئاسي بعد وصولهم للجزائر لتشجيع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا. ومفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن المغرب أنعم الله عليها بأفضل وأحن عائلة ملكية في العالم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. أكد رواد التواصل الاجتماعي أنه ولله الحمد وصلت الأميرة الجليلة لالا سلمى مرفوقة بولي العهد المغربي الحسن الشاب إلى الجزائر، وذلك عبر رحلة جوية مباشرة من مطار المغرب إلى مطار الجزائر لتشجيع ودعم المنتخب المغربي خلال بطولة إفريقيا لهذا العام. لكن ناهز العالم وهو ما قام به تبون وشنقريح بعد وصولهم، حيث نزل الأمير لابن الشهم مولاي الحسن من الطائرة وهو يمشي مثل الأسد، وخلفه الأميرة الأم لالا سلمى وهي مثل السلطانة تمشي وتتمختر. وبعد نزولها من الطائرة تفاجأت لالا سلمى ومولاي الحسن بالرئيس تبون وبجانبه اللواء شنقريح، وهم يحملان باقة من الورود في انتظارهم. وقد كان استقبال حر بالحليب والتمر. ثم ذهب معا للقصر الرئاسي بالجزائر وارتاحوا قليلا، ثم تناولوا العشاء وظهر تبون وشنقريح وهم في قمة الإعجاب بالأميرة والأمير، معجبين بشجاعتهم وحنكتهم وشخصيتهم القوية، الأمر الذي أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي المغاربة، وهز الرأي العام في الجزائر بين مؤيد ومعارض. وفي النهاية إذا كنت تشعر بالفخر بأنك مغربي، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم.